اتفاجئنا كلنا باعلان لشركه مش عارف ايه عند ايه كده اتصالات. تمام، اللي احنا نعرفه عن اتصالات. في تلميحات مستفزه. مش هخوض فيها كتير او مش حابب اتكلم فيها، لكن اللي عايز اقوله ان الناس بتوع الماركتينج اللي في الشركه دول فعلا ناس اغبياء، شويه عبط، والله بجد يعني. دلوقتي يا سيدي انت كمعلن او كراعي للنادي الاهلي، طبيعي جدا تعمل اعلان للاهلي، طبيعي جدا، طبيعي جدا تثبت ولائك للنادي اللي انت بترعاه، نجاحه من نجاحك، طبيعي جدا لو انت راجل بتاع ماركتنج وشغال صح. لكن اللي مش طبيعي انك انت تتهكم او تقل ادبك على المنافس بتاعه، لانك انت كده فعلا شخص مش في وعيك. حبيبي، انت لما تعمل اعلان زي ده، ايه ممكن العائد اللي انت مستنيه؟ هل مثلا الاهلاوي اللي معاه فودافون او اورنج هيروح يبدل الاتصالات عشان الاعلان عاجبه؟ سؤال. لا طبعا، مش منطقي خالص. لكن اللي منطقي فعلا ان الشخص او الحد او الجمهور اللي انت بتتهكم عليه واللي انت بتحاول تقلل منه وبتوصفه في اعلانك بان هو مجنون وفي عربيه مش عارف ايه وكلام من ده، هو اللي هيروح يوقف خط ويبدل لشريحه ثانيه، يبدل لشركه ثانيه. طبيعي جدا، لان هو الشخص وقع عليه ضرر، هو انضر. انا كده كده برضو يعني شايف ان هي شركه ضعيفه، هي مش فودافون مثلا او موبينيل او اورنج بقى زي ما بيسموها يعني انا عندي مثلا 400 اسم في التليفون، عندي ثلاثة بس اتصالات، اثنين او ثلاثة والله. فهي فعلا يعني حركة بلدي قوي، وللاسف انت اللي هتنضر فيها. اديك شايف رد فعل جمهور الزمالك، انت اللي هتنضر، لا تلومن الا نفسك. كمان انت يعني انت حد بيجح قوي، يعني انت خلاص حسيت ان في مشكلة، نزل بيان اعتذار صريح، مش منزل لي بيان مايع كده ما قلتش فيه كلمة اعتذار. خلاص سيدي، قابل بقى، قابل بقى. حضرتك لو جيت اعتذرت بكره ولا بعده او جيت قلت مش عارفه ايه، لا، اعتذارك هيبقى مش مقبول حتى بعد ما انت حذفت الاعلام من كل المنصات. يا فرحتي، عملت النمره بتاعتك وخلاص. لا، حضرتك خدت قرار وقررت تعمل كده، تحمل تبعات قرارك. وانا مش هخش في قصه ان جمهور الاهلي هيدعم فجمهور الزمالك هيقاطع لا لا. انا يا سيدي ما عنديش مانع اصلا انك انت كشركه تعمل اعلان، حقك، لكن مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا. انا عايز اعرف، هو بعد كل ده، بعد اللي حصل في الزمالك ده كله، وبعد ما الفجوه زادت كده، انا ليه شاغل دماغك قوي كده؟ انا ليه عامل لك خرم؟ انت مش شاغل نفسك غير بيا انا. جبت لعيب فتلقح تعديه من جنب من جنب النادي، عينك على لعيبه الزمالك بس، بتاخد قد كده رعايه، بتاخد قد كده من كاس العالم، حضرتك هتاخد الدوري وانا الثالث، حضرتك انا ما عنديش فرق كوره اصلا، ورغم كده انت ربنا عامي عينيك عن كل حاجه ومش شايف غيري. العقده بتاعتك انا. عشان كده انا دايما عندي يقين ان الزمالك هيفضل موجود وهيفضل بطل للاسباب دي، للاسباب دي. الناس بتوع الماركتنج بقى اللي بيقولوا ان جمهور الزمالك لا يؤثر باي حال من الاحوال على راي الشارع، حضرتك شوف بقى رد فعل جمهور الزمالك، قدر يعمل رد فعل على النقيض؟ شوف رد الفعل بتاع الخصم مثلا. عشان بس الناس تبقى فاهمه يا جماعه، الشارع الاهلاوي يتم ادارته عن طريق سكريبتات لشويه لجان. الحاله بتتعمل من اللجان دي لانها لجان بيدفع لها، فاللي بيدفع له ده بمجرد ما تبطل تدفع له، هو لن يتبنى وجهة نظرك ولن يتبنى قضياتك، لانه من الاخر هو راجل مأجور. اما الزملكاوي اللي خد موقف، انا وغيري 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 غير الناس اللي خدت موقف، انا راجل فودافون ماليش علاقه باتصالات، تمام، ولا اعرف حد معاه اتصالات كتير يعني. لكن انا اكيد هسجل موقف، هعمل فيديو زي ده مثلا، هسجل موقفي، واللي معاه خط اتصالات اكيد هيغيره، حتى لو مش متاح ان هو يروح للفرع والراجل مش فاضي مثلا. لا، دلوقتي ما شاء الله يعني ناس حبايبنا كتير بيقول لك انك ممكن تحول وانت قاعد في بيتك، تحول خطك وانت قاعد في بيتك عن طريق صوره البطاقه وكلام من ده. فالحقيقه انا مشفق على الناس اللي متخيله ان التصرف زي ده هيقدر يغير حاجه.
او هيقدر يوصل لي رساله مفادها مثلا كده 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 كده. انت راجل بتثير التعصب بس. الناس اللي كانت بقى بتقول ان مرتضى منصور هو اللي كان بيثير التعصب، ومرتضى منصور هو الشخص اللي افسد الاجواء والوسط الرياضي زي ما بيقولوا، ادي مرتضى منصور ماشي بقاله سنتين. ممكن حد يذكر لي واقعه واحده بس مسؤول حالي في الزمالك او محسوب على الزمالك طلع قرر يثير التعصب فيها ولا لا؟ يعني هات كده عضو مجلس اداره عندنا في الزمالك كتب تويته مثلا بيقول فيها ان حاجه مشابهه للي بيقوله الجرحي او الضماطي او اي حد. لما يطلع الاستاذ محمد الجرحي ورجل اعمال وعضو برلمان يطلع يقول لك انا شايف ان الاعلام ما فيهوش حاجه ومش عارفه ايه وحتى اسال جوجل ودي لون عربيات الاسعاف. عربيات الاسعاف يا فندم يا كابتن ولا استاذ جرحي، عربيات الاسعاف في كل حته معروف الوانها. خلاص يا فندم يعني معروف الوانها، مفيش ابيض بخطين حمر دي خالص والله. لو حضرتك شايف كده فانت شايف كده لانك انت بتبص بعين التعصب. فاللي بينظر بعين التعصب ده شخص ضرير حتى لو نظرك 6/6. يا جماعه مين اللي بيثير التعصب دلوقتي؟ يا اهل الله مين اللي بيثير التعصب دلوقتي؟ مرتضى مات، مرتضى مشي، مرتضى غرف 60 داهيه. مين دلوقتي بيثير التعصب؟ مين اللي بيزود الكراهيه؟ مين اللي بيوصل الشارع لحاله الاحتقان دي؟ مش هما؟ وتلاقيهم في الاخر كل عيل فيهم يتزنق يقول لك ايه؟ اصل انا مش شايفك. لا ده انت مش شايف غيري يالا. انا ملوي العين، انت مش شايف غيري يالا. ده انا عامل لك عقده، ده انا عامل لك عقده يالا، ده انا عامل لك خرم في دماغك. انت مش شايف غيري، انت مقضي حياتك كلها باصص لي انا وعمال تلقح. ده برنامجهم الرئيسي على قناه الاهلي بتاع الكابتن شوبير. الصبح يقول لك كل واحد يبص في ورقته، وبالليل يقول لك اصل الناس التانيه مش عارف ايه، اصل الناس التانيه مش عارف. شغال تلقيح برضه، اسلوب حياه عندهم. عايز تكمل وتعيش معانا وتشتغل وتاكل عيش؟ لا، تشبه بالنساء. والله منظومه عار، اللي بيحصل ده عار.